تاريخ نكتبه، تاريخ نقرأه. هذا عنوان عريض لمعرض دمشق الدولي للكتاب. هذا المعرض الاستثنائي بعد التحرير. كل شيء بعد التحرير هو استثنائي. هذا المعرض تحت هذا المسمى والعنوان 35 دولة مشاركة، 500 دار نشر لحد هذه اللحظة، طبعا 100,000 عنوان، عشرات آلاف الكتب اللي كانت ممنوعة وغيرها. أكثر شيء كان بيأثر فيي أنا على الصعيد الشخصي، كنت صغير تفاجأ أبوي مرة فترة ركض قال شغله التنور. نحن عنا بأرض الديار هيك كبيرة في تنور، صار ياخذ الكتب يفرغها من الخزانة ويحرقها. كان في تفتيش وجاي دولي، جاي الأمن يفتش ومداهمات وكذا، بيجوز في كالعادة ياخذوا ناس مظلومة وغيرها، ولكن الخوف ليش عم تحرق هاي الكتب؟ يقول لي اسكت ولا حرف، بس كتب تنحرق، شرطان وغيرها لعلماء ولا غيرها. كان الكتاب جريمة، كل شيء بيوعيك. كان النظام الأسد البائد يحرقك فيه، مصيرك سجن صيدنايا أو مصيرك إعدام ميداني أو مصيرك السجن حتى الموت أو الإخفاء القسري. نحن اليوم حبينا نخبر الناس أجمع أنه الدول، في كثير من الدول عمرها ترى 200 سنة و300 سنة، بتروح بتصنع أفلام وثائقية وبتصنع منها أبطال وتاريخ وبتصنع تاريخها وبطولاتها ترى بس بالأفلام وبالوثائقية، وأنه نحن عنا فلان وفلان، سبارتا وغيره وأرطغرل، أنه هاد ناس من التاريخ، ولكن هي وهم. سوريا حقيقة هي حضارة من آلاف السنين. نحن كيف قعدنا أمجادنا؟ كيف السوريين قعدوا أمجادهم؟ شلون؟ قرأنا التاريخ. وهذا كان عنواننا اليوم، معرض دمشق الدولي للكتاب بتاريخ 5/2 رح ينطلق. بنتمنى كلياتكم تشاركونا وتكونوا معنا، كل السوريين. جيب ابنك، جيب زوجتك، جيب أهلك، جيب كل شيء بمت فيه لحتى يتعلم هي الثقافة الجديدة. محقنا ثقافة الإجرام، محقنا ثقافة السجون، محقنا ثقافة الرشوة، ثقافة التعامل المقرف والسيء بين الناس، ثقافة أنك تكون منحني دائما تحت طوع مجرم وأي شيء كان. هي الثقافة انمحقت، ونعيد ثقافة السوريين الأصلية، حضارة آلاف السنين. قرأنا تاريخ أجدادنا وأعدنا أمجادنا من جديد، وحاليا الواجب علينا نكتب هذا التاريخ اللي نحن وشهدائنا وكل قطرة دم سقطت في الثورة السورية وكل سوري ضحى في سوريا تنكتب، ولازم يتوثق هذا الشيء. توثيقه حقيقة كيف بيكون؟ توثيقه لحتى تحفظ هاي التضحيات لأبنائك ولأحفادك في المستقبل، حتى إذا صار شيء يقرأوا التاريخ مثل ما صار معنا ويرجع يعرف أنه هو له أمجاد حقيقية. نتمنى الكل يشاركنا في هذا المعرض. رح يكون في أكثر من 650 فعالية حقيقية فعلية تتمثل بمختلف أنواع الفعاليات، ومنها بما يمس الشعب السوري. رح يكون في وزير وتقعد تحكي معهم بندوات، رح يكون في مثقفين، يكون في إعلاميين، يكون في مسؤولين في مختلف الثقافات. رح نرجع نستذكر القهر تبعنا وكيف نحن عم نسجله وبنكتبه وبنوثقه. بيمثل هذا المعرض أول تظاهرة ثقافية وطنية كبرى بعد التحرير، ويعد إعلانا رمزيا وفعليا لعودة الكتاب إلى موقعه الطبيعي في قيادة الوعي وبناء الإنسان. بناء الإنسان أهم شيء. الإنسان هو بحد ذاته ثروة، إما بتوجهه باتجاه الخير والنهوض والثقافة والنمو وبتعيد الحضارة وبتكون أنت مثال وقدوة، وإما بتوجهه باتجاه يكون مجرم غبي، غير قادر على أنه يكون واعي، غير قادر على أنه يقود عائلته على مستوى عائلته. أما ترجع لحياتك الأصلية وتعرف مينك أنت، هويتك الأصلية والحقيقية. نحن بندعو جميع الدول العربية، بندعو كل السوريين بالخارج، بندعو كل الناس أخواننا العرب بمختلف الدول يشاركونا بهذا المعرض. نحن عم نطمح أنه يكون زيارة المعرض يزوروا أكثر من 1,000,000، وحابين من كل السوريين يحضروا هذا المعرض. انتظرونا، تحضيرات عم تتجهز هلا حاليا، ولكن حبيت صور بمكان مفتوح حتى يكون الكلام مريح أكثر. جوا مغلق والتجهيزات وغبرة. كونوا معنا بتاريخ 5/2 وفعليا 6/2 بهذا المعرض.